ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه الأخبار؟ صحينا الصبح كده النهاردة لقينا في خبر كده من الكاف جاي بخطاب بيقول إن الزمالك خلاص اتفك القيد بتاعه. فمبروك، أخيرا بقى، أخيرا بجد، يعني إن الزمالك يقدر يجيب صفقات، هيبدأ يدور، هيبدأ يشوف حاله ومحتاله والدنيا رايحة فين وجاية منين. هيبقى في مدير فني إن شاء الله يعني. فدي من الأخبار الحلوة الكويسة. كمان عندنا من الأخبار الحلوة أوي أوي النهاردة، هي بقالها كام يوم، يعني إن عبد الغني أخيرا إلى البنك الأهلي. في واحد تاني كمان هيزامله قريب، بيلعب باك شمال في نادي الزمالك، عبد الله جمعة، احتمال بنسبة كبيرة يعني يبقى هناك الفترة الجاية، لأن الدليل على اللي أنا بقوله يعني إنه ما اتاخدش مع الزمالك في القايمة اللي طالعة أو مسافرة أو رايحة بشكل عام من الإمارات. عندك كمان في لعيب تاني هيمشي قريب زي ما قلت لكم. فخلينا كده ندردش شوية في الأخبار اللي طالعة اليومين دول، وخلينا نتكلم شوية عن المنتخب بقى امبارح. زي ما قلت لك ان الاخبار اللي طالعه ان خلاص الحمد لله نادي الزمالك فك القيد، فالزمالك ان شاء الله مخلص مع 4 لعيبه. 4 لعيبه الزمالك مخلص معاهم رسمي خالص خالص خالص. هما 4 لعيبه، مش حابب اتكلم على حد خالص دلوقتي، بس الزمالك بشكل عام هيعمل ميركاتو مش حلو قوي، عشان الناس برضو ما تبقاش عندها الامال قويه جدا ان الزمالك رايح ومودي، ولا الزمالك هيعمل ميركاتو ضعيف، والزمالك هيعمل ميركاتو كويس ان شاء الله. فحابين برضو نقول اول كلمه شكرا لكابتن حسين لبيب، شكرا للناس اللي ساعدت ودفعت من جيبها، من رجال الأعمال ومن ناس قديمة كانت قبل كده في النادي بشكل عام. برضو مش حابب أتكلم على حد، اللي بيعمل حاجة بيعملها لصالح نادي الزمالك عشان هو بيحب نادي الزمالك، مش أكتر ولا أقل. فشكرا. نبدأ بقى نشوف بقى الخطوة الجاية. خلاص، أهم حاجة عندنا دلوقتي إن احنا نبدأ نجيب مدير فني كويس عامة بشكل عام، وكمان يبقى عندنا لعيبة محترمة تيجي تخش نادي الزمالك تبقى عارفة قيمة تيشيرت نادي الزمالك، تبقى عارفة وبتخاف على نادي الزمالك، وعارفة يعني قيمة الفانيلا وقيمة الجمهور اللي موجود في نادي الزمالك. خلينا بقى نتكلم كلمتين كده عن المنتخب بشكل عام. انا حابب اقول كلمتين بالنسبه لحوار المنتخب. مش معنى ان اللاعب النجم بتاعك لازم يبقى موجود في الملعب فهو ده اللي هيديك الافضليه، والدليل على كده ماتش امبارح. انت لحد ما قبل ما صلاح ما يطلع انت ما كنتش موجود في الماتش. من بعد ما صلاح ما طلع والموضوع اختلف تماما تماما تماما. الزمالك بقى الزمالك ايه سوري المنتخب بقى عنده قوه شويه بشكل عام، بقى عنده صلابه، اللعيبه اتحررت زي ما قالها كده كابتن علي محمد علي امبارح. فكان في هدوء نسبي بالنسبه للعيبه، بقت عارفه تلعب، اللعيبه بقت عارفه تروح فين، لان كان دايما اللعيبه بتدور على صلاح فما بقاش في صلاح، فبقى كله بيلعب، بقى اللي جنبه حد بيسلمه وبيروح. بس العيب برضو ان لسه بدري قوي، في غلط كبير قوي عند فيتوريا، من اول الاختيارات اللي انا اتكلمت عليها لحد ان الراجل بيسمع فعلا للسوشيال ميديا كتير قوي. كان عنده امبارح انه يقدر ينزل بزيزو بدل مصطفى فتحي، لان انا بشوف ان مصطفى حريف وكل حاجه، بس الماتش مش محتاج مصطفى، لان الماتش كله ترزيع، ومصطفى اصلا ولا بيطلع على كوره ولا بيلتحم. مصطفى فتحي شابوه. مصطفى محمد اللعيب الوحيد اللي اقدر اقول له شابوه، شابوه من المحترفين كلهم اللي كانوا موجودين. حجازي تقيل جدا ورا يا جماعه. محمد عبد المنعم يسرع الريتم شويه اللي عنده. المنتخب عنده الباكات بتتضرب بسهوله. فتوح اعتقد هيبقى احسن من محمد حمدي، مش عشان محمد حمدي وحش، بس عشان فكره ان محمد حمدي نفسه موجود في لسه بدري عليه شويه، يعني لسه بدري قوي ان هو يبدا ياخد هو المطوشه. ممكن تلعبه بين الشوطين في الشوط التاني، يعني ممكن تشوف، لكن مش هيبدا هو الرومانه اللي تسند عليها او تبدا بيها. كورته اقل بكتير طبعا من فتوح، ده معروفه. نص الملعب لازم امام ومروان، ما ينفعش تلعب النني، لازم يقعد بقى شويه كده حلوين يريح، عشان الموضوع بقى صعب شويه. اعتقد ان الفتره الجايه هيبقى فيها تغيرات كتير جذريه جدا جوه المنتخب. اعتقد برضو ان صلاح لازم يعرف الفرق ويعرف قيمه ان انت كده كده زي ما بتلعب في ليفربول وهتاخد جوائز وتاخد فلوس وتاخد حاجات كتير، برضو قيمتك للعب لتيشيرت المنتخب بتفرق معاك كتير. بس بصراحه صلاح انت ما جيتش من اول البطوله. ده كنت كل اللي حابب اتكلم عليه عن المنتخب. نرجع بقى لاخر حد بالنسبه لي وهو روي فيتوريا. اتمنى ان هو ما يسمعش للسوشيال ميديا، وكمان يبدا يغير بقى في رتم اللعب اللي هو بيلعب بيه، لان برضو الناس كلها اشتكت منه من فكره ان انت لعبت محمد حمدي الماتش اللي فات فبدات بيه برضو. فكره ان انت ما تقعدش تريزيجيه ما يقعدش لاي حد عامه. تريزيجيه احسن بكتير جدا كبدنيا، بيروح وبيرجع عن صلاح.
زي ما قلت لك احتاج منك ان صلاح يريح، مش لازم يلعب، او مش لازم يلعب الماتش كله، مش قصدي ان هو ما يلعبش، كده كده لما يكون عندك قيمه زي صلاح موجوده بشكل عام لازم تلعب، بس مش تلعب الماتش كله. مش معنى كده ان هو يبقى حاجز مكان ان انا مش هطلع. آه مروان وامام لازم في نص الملعب، وتشوف بقى تالت عليهم، وما يبقاش زيزو، لان زيزو مش بتاع نص ملعب وانت بتلعبها له، وزيزو بيفقد كل حاجه عنده. ده ملخص كده سريع للماتشين اللي فاتوا بتوع المنتخب. اعتقد ان المنتخب لو تعادل هنقول له باي باي مع كاب فيردي الماتش الجاي، ولو خسر لازم يكسب، وعلى شرط انه يكسب. ان الناحيه التانية موزمبيق الاول نشوف النهارده تعمل ايه، وبعد كده نقول بقى على حسب بقى موزمبيق النهارده تعمل ايه مع كاب فيردي، لان كاب فيردي النهارده كسبت هتبقى صعدت رسمي. فهنشوف. و يلا نشوف بقى منتخب مصر النهارده كرة اليد هيعمل ايه. يلا سلام.